بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أصحاب السماحة، أصحاب الفضيلة، وأصحاب السعادة، أنا غفران أكبر وأخونا يوانا مولدي، نحن من فرقة الخامسة، سنشرح لكم عن دراسة نظرية وتطبيق تكنولوجيا التعليم في تطوير تقنية الطباعة وتكنولوجيا السمعية البصرية في برنامج أو نشاط تعليم اللغة العربية. وبداية سنتكلم عن مفهوم تكنولوجيا التعليم. رأى بعض الخبراء عن تعريف تكنولوجيا التعليم، فذهب روجر إلى أن التكنولوجيا هو التصميم لآلة مساعدة للحصول على النتائج الواردة، ويحتوي التكنولوجيا على الجانبين: الأول البرمجية أو software، وهذا يسمى بالخطة أو الطريقة في التعليم. ثم الثاني المعدات أي hardware، وهذا مثل الأجهزة المساعدة في عملية التعليم. ثم قال جاكيوس ألول أن التكنولوجيا كل الطريقة التي تشير إلى الفعالة في كل أنشطة الإنسان عقليا. وقال جاري جي إنجلين على أن التكنولوجيا هو تطبيق العلوم السلوكية والعلم والمعارف الأخرى نظاميا لحل المشكلة. وانطلاقا إلى هذه الآراء، فنستنتج على أن التكنولوجيا هو الطريقة كيف يستخدم أحد العلوم لحل المشكلة فعلا. ثم بعض العناصر تكنولوجيا التعليم: الأول النظرية والتطبيق، ثم الثاني التصميم والتطوير والاستخدام والإدارة والتقويم، والثالث العملية والمصادر، ثم الأخير الحاجة التعليم والتعلم. ومن هذه العناصر نعلم أن تكنولوجيا التعليم هي العملية وليس الإنتاجات. يليه تطوير وسائل تكنولوجيا التعليم في القديم. من إحدى مجلات تكنولوجيا التعليم والتعلم الخمسة هي التطوير. فبداية نتكلم عن تعريف التطوير. فمعنى التطوير على نظرية نفسها هو عملية ترجمة مواصفات التصميم إلى أن تكون شكلا ماديا، ويشمل مجال تطوير هذه على تطوير تكنولوجيا الطباعة والتكنولوجيا السمعية والبصرية وتكنولوجيا الكمبيوتر والوسائط المتعددة الأخرى مما كان مستخدمة في عملية التعليم والتعلم. ثم إن مجال التطوير يصدر ويجزر من إنتاجات الوسائل، فمر التغيير في قدرة الوسائل بالسنوات طويلة على هذه الظواهر، وقد أثرت الوسائل على مجال التكنولوجيا. في سنة 1930 بدأ استخدام الفيلم في أنشطة التعلم، هي التكنولوجيا السمعية والبصرية، يعني من خلال الحرب العالمية الثانية تكون العديد من أنواع المواد متجهة، خاصة أفلام تدريب المعسكر. وبعد الحرب لقد كان التلفزيون مستخدما كوسيلة جديدة
الأغراض التعليمية، وهي تكنولوجيا السمعية والبصرية. ثم في أثناء أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات بدأت مواد التعلم المبرمجة مستخدمة لعملية التعلم والتعليم، وبدأ استخدام أجهزة الكمبيوتر يعني في السبعينيات يعني لعملية التعليم والتعلم كذلك. ثم أصبح ألعاب المحاكاة شائعة في المدارس، ومن خلال العام 1980 هذه تم تطوير النظرية والممارسة في مجال التعليم والتعلم القيام على كمبيوتر. ثم في حوالي عام 1990 أصبحت الوسائط المتعددة القائمة على كمبيوتر متكاملة من هذه المجال. وفي الأساس تحدث مجال التطوير يعني بسبب الرسائل المدفوعة بالمحتوى واستراتيجية التعلم المبنية على النظرية والمظاهر المادية للتكنولوجيا الأجهزة، ثم البرامج، وأيضا المواد التعليمي. ثم يليه سنتكلم عن مجال تكنولوجيا التعليم من حيث الطباعة والسمعية والبصرية في تعليم اللغة العربية. وسيشرح هذه بصوت أخينا يوانا مولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما مجال تكنولوجيا التعليم في التعليم من حيث الطباعة والسمعية والبصرية في تعليم اللغة العربية. يتم الإنشاء تكنولوجيا وفقا لجذورها لتسهيل ومساعدة أنشطة الحياة البشرية. يعني إنشاء هذا التكنولوجي ليساعد الناس، ولو كان تطوير التكنولوجي معلومات الذي حدث بسرعة كبيرة في العقدين الماضيين على الجوانب مختلفة ومتعددة في حياة البشرية. طيب، أولا نحن إلى تكنولوجيا البصرية الطباعة. وسائل الطباعة على أنها مجموعة من المواد المطبوعة على الأوراق، وتستخدم لأغراض الحصول على المعلومات والمعرفة لمستخدميها. لا تزال وسائل الإعلام المطبوعة تستخدم على نطاق واسع كوسيلة للحصول على المعلومات والمعرفة التي يحتاجها مستخدمها. لو أن رقم من تكنولوجيا رقيمة قد تطور بسرعة كبيرة، إلا أن الوسائط المطبوعة بكافة مزايا لا تزال تستخدمها كوسيلة للحصول على الجوهر المعلومات والمعرفة ونشرها في المصدر وللجمهور. كان في أنشطة التعليم والتعليم الفوائد العديدة للمستخدميها. يعني أولا نقل المعلومات والمعرفة التي يحتاجها القارئ، وثم التحفيز على خلق بعض السلوكيات في القارئ، وثم الإعطاء التعليمات أو التوجيهات للقارئ حول الممارسة نشاط ما. أنواع تكنولوجيا الطباعة. هناك أنواع متعددة للطباعة. يعني أولا من أنواعها ومن أمثال من تكنولوجيا الطباعة يعني الكتابيات. ما هو؟ يعني هذا تعتبر الكتابيات العملية لغاية لأنها أصغر من حجم الكتاب، وهو من بعض الكتاب ولكنها الأصغر، ولكنها يختصر من الكتاب. هذا كتابيات. وثم الثاني النشرة أو بروشور، وهي التي تستخدم
لنقل المعلومات أو المعرفة معينة للمشاهدين، يعني غالبا يرتبط استخدامها يعني حول المنتجات ذات الطبيعة التجارية، يعني للتجارة أو ليشهر كان المدرسة أو على كل شيء يعني بنشره. ثم الثالث الصحف، يعني صحيفة أو قرآن، يعني تستخدم يعني لأخذ المعلومات أو الأخبار من الشخصيات أو الأحداث التي ما تحدث في هذا العالم. وهنا من حيث ما الخبر تحدث في هذا العالم تنقل في الصحيفة، يعني في القرآن. الرابع يعني المجلة، وهي مجموعة متنوعة من وسائط مطبوعة التي تحتوي على المواد للقراءة لبعض المشاهدين. يعني مجلة بشكل عام لديها جمهور المستهدف المحدد، وهو أيضا حصة في سوق من مجلة، يعني فيها عادة تدخل يعني المعلومات أو الخبرات المخصصة للقارئ الذي لديهم الهواية التصوير أو ما يتنوع به بالوقت، هذا تعرف به المجلة. ثم الملصقات يعني بوستر، هذا يعني مجموعة متنوعة من الوسائل الفاعلية التي يمكن استخدامها في عرض المعلومات والمعرفة المتعلقة بالجوانب والمواقف الفكرية، وهذا كوسيلة الاتصال للتعليم. ويمكن للمسلقات يعني عرض المعلومات والمعرفة بطريقة بسيطة ولكنها شاملة. هذا يعني تستخدم للتعليم. ثم تصنيع الكتب المدرسية، يعني buku pelajaran، هي تحتوي على المواد التعليمية من أجل زيادة الإيمان والتقوى والعلم وكل شيء ما يحتوي على العلوم، وتعرض هذا في الكتب. هذا من أنواع تكنولوجيا الطباعة. هناك يتنوع كثيرا، ولكن استنفادها كلها للتعليم. وظيفة تكنولوجيا الطباعة بشكل عام، يعني هنا ثلاثة الوظيفة. أولا كوسيلة مساعدة التعليم، يعني بهذا يساعد العمل بالتعليم للمتعلم. ثم الثاني كمواد تدريب، يعني إذا كان هناك تدريب يساعد للتابع لمطابقة التدريبات هذا. ثم الثالث كمادة تحتوي على المعلومات والمعرفة الرئيسية التي يجب تعليمها، يعني على المعنى يحتوي المعلومات والمعرفة في هذا لأي شيء هذا يحتوي، يعني ليواجه أو يعلم كي يكون القارئ عالما. تنفيذ وسائل الإعلام المطبوعة واستخدامها في أعمال التعليم، يعني كيف نأخذ الفائدة من هذا المطبوعة لأعمال التعليم. أولا كمساعدة التعليمية على استخدام وسائل الطباعة إلى توفير المراحل التوجيه والتعليمات حسب أعمال التعليم التي لها معايير التعليم بشكل أساسي ما يلي. يعني يوضح عرض الرسائل والمعلومات وفقا احتياجات الطلاب لتحسين نتائج العملية والتعليم. ثم الثاني تطوير اهتمام الطلاب وتوجيه الانتباه الطلاب من خلال الدافع والتفاعل المباشر للطلاب والبيئة الطلاب. ومع الوسائل الطباعة يمكن الطلاب أن يتعلمون أنفسهم خارج ساعات التعليم وفقا لقدرة المصالح والاهتمامات. ثم يعدل الصفقات القيود المتمثلة في الحواس والمساحة والوقت. ثم الآخر تقديم التجربة المماثلة وتوفير إمكانية التفاعل المباشر بين الطلاب والمعلمين أو بين المجتمعات وبيئتهم. كما شرحت يعني من تكنولوجيا الطباعة.
والآن نحن إلى تكنولوجيا السمعية البصرية أو يقال بأوديو فيزوال. ما هي؟ وهي وسيلة لتوصيل untuk menyampaikan المعلومات التي لها خصائص السمعية صوتية يعني suara والمرئة أو صورة يعني gambar. هذا النوع من الوسائط لديه القدرة الأفضل لأنها يعطي هاتين خاصيتين يعني من صورة والسماعة. على ذلك تنقسم الوسائط السمعية البصرية إلى قسمين أيضا، يعني أولا الصور الثابتة أو يقول أوديو فيزوال ديام، أي وسائط التي تعرض الصوت والصور الثابتة مثل أفلام الإطار الصوتي أو فيلم bingkai suara atau sound slide. ثم أفلام إطار الصوت والمطبوعات الصوتية يعني cetak suara. ثم القسم الثاني يعني الحركية السمعية البصرية أو أوديو فيزوال yang bergerak. ما هي؟ وهي وسائط والتي يمكنها عرض عناصر الصوت والصور المتحركة مثل الأفلام الصوتية والأشرطة الفيديو، يعني تعرض الفيديو المتحركة. هذا قسمان من تكنولوجيا السمعية البصرية. هناك قسم آخر أيضا يمكن تنظر إلى المقالة الأكمل. ما فوائد تكنولوجيا السمعية البصرية أو فوائد الوسائل السمعية البصرية؟ أولا المساعدة في إعطاء المفهوم الأول أو الانطباع الصحيح، memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. ثم التشجيع الفائدة، ثم زيادة الفهم الأفضل، ثم الاستكمال المصادر التعليم الأخرى، والخامس إضافة متنوعة لطرق التدريس، ثم توفير الوقت يعني meningkatkan waktu، ثم سابع زيادة الفضول الفكري meningkatkan pengetahuan intelektual siswa، ثم الثامن يميل إلى تقليل الكلام وتكرار الكلمات غير ضرورية، والتاسع إجعال ذكريات الدروس طول، يعني membuat ingatan terhadap pelajaran itu lebih lama. ثم العاشر الأخير يمكن أن يوفر المفهوم جديد لشيء يتجاوز الخبرة العادية، ini dapat memberikan konsep baru dari sesuatu di luar pengalaman yang biasa. Ada al-fawaid al-wasilah as-sam'iyah al-basariyah. الآن يعني أنواع وسائط السمعية والبصرية. قد عرفنا الأعلى يعني من قسم وسائط السمعية البصرية، والآن من أنواعه وما مثالها. أولا يعني نقية السمعية البصرية، يعني أوديو فيزوال مرني، أو يشير إليها غالبا بالحركة السمعية والبصرية، وهي وسائط يمكنها عرض عناصر الصوت والصور المتحركة، وعناصر الصوت والعناصر الصورة تأتي من مصدر مثل فيلم صوتي أو فيديو أو تلفاز. ثم من القسم الثاني يعني السمعية والبصرية ليس نقية، يعني أوديو فيزوال yang tidak murni. ما هي؟ التي تأتي عناصر الصوت والصورة من مصدر مختلفة، غالبا ما يشير إلى هذا السمعي أو بصري، غير نضيف إلى أنه صوت سمعي بصري بالإضافة إلى الصوت، أي والوسائط التي تعرض الصوت والصور الثابتة. مثاله يعني شرائح الصوت أو sound slide، ثم PowerPoint، ثم Camtasia أو Windows Movie Maker وغيرها.
تلك ما قد استطعت أن أشرح لكم يعني من تكنولوجي الطباعة والتكنولوجي السمعية والبصرية. ولو كان هذا التكنولوجي أولا إنشائه يعني ليس للتعليم، ولكن بمرور الزمان هذا يشير أو يواجه استفادته للتعليم. هكذا ما قد أستطيع أن أشرح لكم، وشكرا. نعم، هذا ما ألقينا لكم، لعلنا نستفيد من هذا الشرح. نشكركم على حسن اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.